يعني لو انا بحبك بجد؟ بتضايقيني خلاص ما اعرفكيش. قلبة جدا. نصيحة حد قالها لك وحسيت ان هي غيرت حياتك. في كود كده انا بحبها قوي، كان حد قالها لي من زمان بالصدفه، وهي الشغلانه اللي ما بتبقاش فيها صنايعي مش هينفع تبقى فيها معلم. ودي من الحاجات فعلا فعلا اللي ساعدتني قوي. يعني يمكن انا دلوقتي اعلى حد في الايفنت مانجمنت، لكن انا اصغر التفاصيل بتفرق معايا لان انا اوريدي اشتغلتها بايدي، فبعرف اشتغل مع المونتير، بعرف اشتغل مع الساوند سيستم، اللايت، اي حاجه، حتى حاجات الصناعيه اكشلي بعرف اعملها. فدي كانت من الحاجات المميزه قوي واللي فعلا فرقت معايا ان انا بعرف اطلع حاجه بكواليتي كويس. اكتر حاجة هتندم لو ما جربتهاش السكاي دايفنج. دول الاربع حاجات انا كمان وانا في ماي باكيت ليست بجد. مي تو بجد نفسي اجربها جدا. اول مصروف اخدته كان كام وكنت بتصرفه على ايه 5 جنيه مثلا. يا اول مصروف خدتيه كان 5 جنيه؟ يعني ده اللي فاكراه عيان البلا. يعني انا كنت بلم الفكه. تحفه. كانت 5 جنيه سوري، حاجه حلوه. جبتي بيها ايه بقى؟ حلوه. ايه اكتر حاجه كنت بتجيبيها بيها حاجه انا مدمنه بيبسي. بيبسي وشيبسي بس كده. اكتر وقت بتحس فيه انك مبسوط وانا في ايفنت. وانا في جدا اهو. مفيش اكتر من كده انبساط. ده بجد وانا في الايفنت لما بشوف ان احنا عشان بنقعد نشتغل عليه فتره كبيره قوي، فلما بيبقى فيه نجاح زي اللي احنا شايفينه ده ببقى مبسوط بيه قوي. انا الصراحه مبسوطه بالايفنت جدا. وانا عشان كده مبسوط برضه، دي اكتر واحده احس فيه ان انا مبسوط.